النجوم هي أجرام سماوية ضخمة ومضيئة تتكون بشكل أساسي من غازات متأينة بلازما، وتعتبر المكونات الأساسية للمجرات. هي ليست مجرد نقاط ضوء في السماء، بل هي مصانع كونية للطاقة والمادة. كيف تعمل النجوم؟ تستمد النجوم طاقتها من عملية فيزيائية تسمى الاندماج النووي. إليك كيف تحدث هذه العملية باختصار. الجاذبية. تبدأ النجوم من سحب عملاقة من الغاز والغبار تسمى السدم. بفعل الجاذبية تنهار هذه المادة على نفسها وتزداد كثافتها وحرارتها. الضغط العالي. في قلب النجم يصل الضغط والحرارة إلى مستويات هائلة، ملايين الدرجات المئوية. الاندماج النووي. عند هذه الظروف تندمج ذرات الهيدروجين لتتحول إلى هيليوم. هذه العملية تطلق كميات هائلة من الطاقة على شكل ضوء وحرارة وإشعاعات، وهي التي تجعل النجم يتوهج. التوازن. يعيش النجم في حالة توازن دقيق، فالجاذبية تحاول سحقه إلى الداخل، بينما يعمل ضغط الطاقة الناتج عن الاندماج النووي على دفعه للخارج. خصائص النجوم. يمكننا تصنيف النجوم وفهم طبيعتها من خلال عدة خصائص. اللون ودرجة الحرارة. لون النجم يعكس درجة حرارته. النجوم الزرقاء هي الأكثر سخونة، بينما النجوم الحمراء هي الأكثر برودة. الكتلة هي العامل الأهم الذي يحدد عمر النجم ومصيره النهائي. النجوم ذات الكتلة الضخمة تحرق وقودها بسرعة كبيرة وتموت مبكراً، بينما النجوم الصغيرة تعيش لمليارات السنين. الحجم. تتراوح النجوم في أحجامها من الأقزام البيضاء التي قد تكون بحجم كوكب الأرض إلى العمالقة الفائقة التي يمكن أن يبتلع أحدها نظامنا الشمسي بالكامل. دورة حياة النجم. تمر النجوم بمراحل تطور تبدأ من الولادة داخل السدم، مروراً بمرحلة الاستقرار الطويلة، وصولاً إلى الموت. تعتمد طريقة موت النجم على كتلته. النجوم متوسطة الكتلة مثل شمسنا تتحول في نهاية حياتها إلى عملاق أحمر، ثم تطلق طبقاتها الخارجية لتشكل سديماً كوكبياً، وتترك خلفها نواة صغيرة تسمى قزماً أبيض. النجوم ذات الكتلة العالية تنتهي حياتها بانفجار عنيف يعرف بالسوبر نوفا المستعر الأعظم، وقد تترك خلفها إما نجماً نيوترونياً كثيفاً جداً، أو إذا كانت الكتلة ضخمة بما يكفي تنهار لتتحول إلى ثقب أسود.